كانت هناك قطة صغيرة تدعى لولو تعيش في شارع هادئ مليء بالبيوت الجميلة والحدائق الغناء. كانت لولو قطة فريدة من نوعها، ففراؤها لم يكن أبيضا كالثلج ولا أسودا كالليل، بل كان خليطا ساحرا من اللونين، وكأنها قطعة من السماء المرصعة بالنجوم. لم تكن حياة لولو سهلة، فوالدتها كانت قطة شوارع ذكية علمتها كيف تصطاد وكيف تتخفى من الأخطار وكيف تجد مكانا آمنا للنوم. ولكن في أحد الأيام اختفت الأم فجأة وتركت لولو وحدها في هذا العالم الكبير. شعرت لولو بالوحدة والخوف لأول مرة. كانت تبكي بصوت خافت، تتنقل بين صناديق القمامة بحثا عن بقايا طعام. في إحدى الليالي البائسة، وبينما كانت تستعد للنوم تحت شجرة، سمعت صوتا خشنا يناديها: يا لولو، يا لولو. رفعت لولو رأسها الخائف، فوجدت قطا ضخما فأرها أسود اللون وعيناه تلمعان في الظلام. كان هذا القط يدعى ماكس، زعيم القطط في الشارع. كان ماكس قطا قاسيا يفرض سيطرته على كل شيء ولا يترك مجالا لأي قط آخر. خافت لولو من ماكس وأرادت أن تهرب، لكنه قال لها بصوت حازم: لا تخافي، أنا لست هنا لأؤذيك. لقد رأيتك تتجولين وحدك، واعلم أنك بحاجة إلى مكان آمن. هل تريدين أن تنضمي إلي وإلى عائلتي؟ فكرت لولو قليلا ثم وافقت. كانت تعلم أن ماكس قوي وأن الانضمام إلى عائلته سيوفر لها الحماية، ولكنها لم تكن تعلم أن هذا القرار سيغير حياتها إلى الأبد. في الأيام التالية عاشت لولو مع عائلة ماكس. تعلمت منهم كيف تصطاد وكيف تحارب وكيف تدافع عن نفسها. كانت لولو ذكية وسريعة التعلم، وأصبحت محاربة ماهرة، ولكنها كانت تشعر بالحزن، فماكس وعائلته كانوا قساة وكانوا لا يهتمون إلا بقوتهم وسيطرتهم. كانت لولو تفتقد الدفء والحنان. كانت تفتقد أمها التي علمتها أن القوة الحقيقية ليست في القتال بل في القلب. وفي أحد الأيام قررت لولو أن تهرب. هربت لولو من عائلة ماكس ورجعت إلى الشارع الذي كانت تعيش فيه. كانت خائفة، ولكنها كانت أيضا مصممة على أن تجد مكانا آمنا لها وحدها. وبينما كانت تتجول، رأت طفلة صغيرة تجلس على رصيف تبكي. كانت الطفلة تدعى نورا، وقد فقدت قطتها المحبوبة. عندما رأت نورا لولو ابتسمت ومدت يدها الصغيرة وقالت: يا لولو، هل أنت قطتي التي ضاعت؟ اقتربت لولو من نورا وشعرت بدفء غريب. لم تكن هذه الفتاة تريد منها أن تكون محاربة، بل كانت تريد أن تحبها. وضعت نورا لولو في حضنها واحتضنتها بقوة. في هذه اللحظة شعرت لولو بأنها وجدت مكانها. لم تكن تحتاج إلى قوة ماكس ولا إلى مهارات القتال، بل كانت تحتاج إلى الحب والحنان. ومنذ ذلك اليوم عاشت لولو مع نورا وأصبحت قطتها المحبوبة. أما ماكس فظل وحيدا يقاتل ويفرض سيطرته، ولكن دون أن يشعر بالسعادة. وفي النهاية أدرك أن القوة الحقيقية ليست في العضلات بل في القلب. ولكن كان الأوان قد فات، وعاشت لولو مع نورا حياة سعيدة مليئة بالحب والدفء. كانت لولو تعلم أن الحياة ليست سهلة دائما، ولكنها تعلمت أيضا أن الحب يمكن أن يجعل كل شيء أفضل.